لو العريس عندنا هنا في مصر بيشتكي من الفيرست لوك والسكند لوك، يبقى اكيد ما يعرفش ان العروسه في المغرب بتلبس 7 فساتين والكل فستان حفله خاصه خلال حفله الزواج. عشان في تايلاند بيحتفلوا بالجواز جوه التابوت. ايوه زي ما سمعتني كده، بيخلوا العريس والعروسه جوه التابوت وبعد كده يخرجوهم تاني، وده بالنسبه لهم كرمز لعودتهم للحياه وبدايه حياه جديده مع بعض. اما بقى في الكونغو فالعريس والعروسه ما ينفعش يضحكوا خالص، لان بالنسبه لهم لو ضحكوا خلال حفله الزواج يبقوا كده مش جادين. وجملة النكد بقى في قبيلة توجيا بالصين بيخلوا العروسة تقعد تعيط شهر كامل كل يوم لمدة ساعة كاملة، وبعد مرور 10 أيام تنضم لها أمها وجدتها، لأنهم بيعتبروا إن البكاء تعبير عن الفرح والسعادة. اما بقى في موريتانيا لازم يخلوا العروسه تتخن قبل الفرح، وبيودوهم معسكر تسمين، لان بالنسبه لهم المراه السمينه هي مثال للجمال. وانتي بقى قولي لنا، حبيتي انهي اكتر، ال7 فساتين ولا معسكر التسمين؟